دينا يا عم خلاص اهو. نتكلم بقى كلمتين في حق الراجل ده. انت عارف ان انت قسمتنا نص مش عاجبه ومش طايقه اللي انت عملته، ونص تاني بيقول لك ان انت ممكن يجي منك فايده. انا بصراحه واقف في النص، ولكني اميل اكتر للناس اللي بيقول ان انت مفيش منك فايده. انا شايف ان مش بدري ان انا احكم عليك من اول 6 ماتشات. انت مدرب مش جريء، ما بتحبش تغامر، مصمم على طريقه لعب معينه ومش جايبه معاك نتيجه، وقافش فيها برضه ان انت تخش تخترق من العمق. انت مش قادر انك تعمل كده. حتى اللعيبه اللي معاك زي اشرف بن شرقي اللي هي بتحط الكوره تحت رجليها انت بتطلعه، فبتفقد عندك سلاح مهم جدا ممكن يعمل لك حلول. بتلاقي العمق مقفول، مش عايز تلعب على الجنبين، مفيش رفعات بتيجي من الجنبين خالص. ده برضه حلول انت مش قادر ان انت تستخدمها. تبديلاتك ما كانتش حلوه. معنى اللي انت كنت بتلعب كوكا ومقعد اليو ديانج دي في حد ذاتها تخليني اقول لك انت ما ينفعش تكمل معانا. انت قعدت باي الاسبوع اللي فات وما لعبتش، فانت كان عندك حوالي 8 9 ايام قاعد بتحضر فيهم للماتش ده، واكيد ما اتفاجئتش بطريقه اللعب الدفاعيه اللي احنا كلنا كنا متوقعينها. رايح تلعب فريق لعب 4 ماتشات ولا دخل فيه جوان ولا سجل جوان، يعني انت اكيد فاهم انت رايح تعمل ايه. انت لحد دلوقتي ما شفتلكش تشكيل ثابت. عارف ان انت ممكن يبقى فيه لعيب جاهز ولعيب مش جاهز، بس انت بتغير كتير في اماكن كتير. معنى كده يدينا انا احساس اللي انت لسه بتتعرف على الفرقه. انت المفروض تكون خلاص حفظت كل واحد بيعمل ايه وامكانياته ايه، وتثبت تشكيل عشان الناس حتى تعرف تلعب مع بعضها. انت حظك الحلو ان بيراميدز خسر امبارح. انت عارف لو بيراميدز ده ما كانش خسر كان علقوا لك المشاني. سيبك من الزمالك، كده كده الزمالك بالنسبه لنا مش هينافس. الزمالك قدامه هيقع، فكك من الزمالك ده خالص. يعني ماتشين 3 حلاوه تروح، اصل الدوري ده بتاع النفس الطويل واحنا مجربينه. الزمالك ما بيقدرش يكمل في الكلام ده. بيراميدز اللي كان ممكن يكمل معاك ودي عمال يقع. هدايا عماله تجيلك من عند ربنا يستغلها بقى. عندك اصابات كتير في التدريب، لعيبه كتير بتشتكي منك. معنى كده اللي انت عامل حمل على اللعيبه. كميه اللعيبه اللي بتتصاب دي مش طبيعيه. مشكلتي معاك ان انا شايفك مش جريء، ما بتاخدش ريسكات، ما بتخش كده تيم بواحد واثنين وثلاثه. احنا عشان عشنا التجربه دي كذا مره، احنا بقينا نحب المدرب اللي بيغامر، المدرب اللي بيروح، المدرب اللي بيلعب على الفوز. هي دي عقليه الاهلي. انا حاسك مش كده. حاجه اخيره ويا رب اكون غلطان فيها، انا بقيت احس ان ما بقاش فيه روح الاهلي. معنى ان انا اقعد من الدقيقه 60 70 وقاعد بتفرج لحد الدقيقه 90 وحاسس ان الاهلي مش هيجيب جون، دي مشكله. الاحساس ده ما ينفعش يتنقل لي. احنا بنلعب لبعد الدقيقه 90، طول عمرنا اتعودنا على كده. اللعيبه ما بقاش عندها حميه، ما بقاش عندها شغف، ما بقاش اللعيبه واقفه، اللعيبه مش مستعجله. تحس ان انت شويه موظفين. احنا ما بنعينش موظفين. فكره ان انت جاي فكل واحد يعمل اللي عليه وخلاص مش فايق بالنسبه له، لا لا، انسى الموضوع ده خالص. يا اما انت مش قادر توصل اللعيبه ان يبقى عندهم الحماس والجرينتا في الملعب ويأدوا في الملعب صح، دي برضه تبقى مشكله كبيره جدا. لو مشكله بقى من اللعيبه، لا يبقى انا محتاج اريح ناس على الدكه. انا مش عايز العب اسماء، انا عايز الناس اللي تديني في الملعب. انا مش فارق لي مين هنا مين هنا، مين جاي من الزمالك مين جاي من الاسماعيلي، كل ده ولا يفرق لي. اللي يفرق لي الملعب. الحته دي انا بقيت الاحظها بقالي فتره ان دي ما بقتش موجوده عند النادي الاهلي، ودي تعمل لنا اكبر مشكله. واتمنى اكون غلطان في الحته دي.